بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحبيبنا في الوطن العربي الكبير مع موعد مباريات أفريقيا. كان المغرب 2025 اللي هتقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، ومعاكم جدول مباريات البطولة بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. يوم 21 ديسمبر الساعة 10 مساء على ملعب مولاي عبد الله بالرباط أسود الأطلس المغرب في جزر القمر المجموعة الأولى، ويكون مباراة الافتتاح بس في نفس اليوم. يوم الاثنين 22 ديسمبر الساعة 5:30 مساء مالي في زامبيا المجموعة الأولى، وفي نفس اليوم الساعة 8 مساء تماسيح النيل مصر في زيمبابوي الملعب الكبير بأغادير، وفي نفس المجموعة الساعة 10:30 الأولاد جنوب أفريقيا في أنجولا في المجموعة الثانية. يوم الثلاث 23 ديسمبر الساعة 3 مساء نيجيريا في تنزانيا دي المجموعة الثالثة، وفي نفس المجموعة الساعة 5:30 المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط النسور قرطاج في أوغندا في المجموعة الثالثة، والساعة 8 مساء السنغال في بوتسوانا من المجموعة الرابعة، والساعة 10:30 مساء الكونغو الديمقراطية في بنين نفس المجموعة الرابعة. يوم الأربع 24 ديسمبر 2025 في المجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن الساعة 3 مساء يكون مباراة محاربي الصحراء الجزائر في صقور الجديان السودان المجموعة الخامسة، والساعة 5:30 مساء بوركينا فاسو في غينيا الاستوائية الساعة 5:30 زي ما قلنا بتكون المجموعة الخامسة، والساعة 8 مساء كوت ديفوار الأفيال في موزمبيق المجموعة الستة، والساعة 10 مساء الكاميرون في الجابون المجموعة الستة. الجمعة 26 ديسمبر الساعة 3 مساء وصول الأطلس في مالي المجموعة الأولى، وفي نفس اليوم الساعة 5:30 في نفس المجموعة زامبيا في جزر القمر. والجمعة 26 ديسمبر نفس اليوم الساعة 8 مساء الملعب الكبير بأغادير نرجع لتماسيح النيل هتلاعب جنوب أفريقيا المجموعة الثانية، والساعة 10:30 مساء أنجولا هتلاعب زيمبابوي في نفس المجموعة الثانية. يوم السبت 27 ديسمبر الساعة 3 مساء المجمع الرياضي بفاس نسور الخضر نيجيريا في نسور قرطاج تونس المجموعة الثالثة، الساعة 5:30 مساء أوغندا في تنزانيا المجموعة الثالثة، الساعة 8 مساء الكونغو الديمقراطية في أسود الترنجة السنغال المجموعة الرابعة، الساعة 10:30 مساء بنين في بوتسوانا المجموعة الرابعة. يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 3 مساء مجمع الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط الجزائر محاربي الصحراء في بوركينا فاسو المجموعة الخامسة، الساعة 5:30 مساء غينيا الاستوائية في السودان على نفس الملعب المجموعة الخامسة، الساعة 8 مساء الكاميرون في كوت ديفوار الساعة 8 مساء زي ما قلنا في المجموعة الستة، 10:30 مساء الجابون في موزمبيق المجموعة الستة. يوم الاثنين 29 ديسمبر الساعة 8:30 مساء زامبيا في أسود الأطلس المغرب المجموعة الأولى، في نفس التوقيت الساعة 8:30 جزر القمر في مالي المجموعة الأولى، ومعاهم المجموعة الثانية في نفس التوقيت الساعة 8:30 مصر في أنجولا المجموعة الثانية، والساعة 8:30 في نفس التوقيت زيمبابوي وجنوب أفريقيا المجموعة الثانية. يوم الثلاث 30 ديسمبر 8 مساء النسور الخضر نيجيريا في أوغندا المجموعة الثالثة، وفي نفس التوقيت الساعة 8 تنزانيا في نسور قرطاج تونس المجموعة الثالثة. والمجموعة الرابعة الساعة 10:30 مساء بوتسوانا الكونغو الديمقراطية، وفي نفس التوقيت بنين والسنغال المجموعة الرابعة. يوم الأربع 31 ديسمبر 8 مساء غينيا الاستوائية في محاربي الصحراء الجزائر المجموعة الخامسة، نفس التوقيت الساعة 8 بوركينا فاسو في السودان المجموعة الخامسة، والساعة 10:30 مساء الكاميرون في موزمبيق المجموعة الستة، وفي نفس التوقيت 10:30 كوت ديفوار والجابون المجموعة الستة.
نيجي لدور ال 16 ان شاء الله يكون يوم 3 يناير 2026. اول المجموعه الرابعه في ثالث المجموعه الثانيه او الخامسه او السادسه. المباراه الثانيه ثاني المجموعه الاولى في ثاني المجموعه الثالثه. يوم 4 يناير 2026 ثاني المجموعه الثانيه في ثاني المجموعه السادسه. المباراه الثانيه اول المجموعه الاولى في ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه. 5 يناير 2026 أول المجموعة الثانية في ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة. المباراة الثانية أول المجموعة الثالثة في ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة. 6 يناير 2026 أول المجموعة السادسة في ثاني المجموعة الخامسة. وثاني مباراة أول المجموعة الخامسة في ثاني المجموعة الرابعة. ربع النهائي يقام يوم 9 و10 يناير 2026 ونص النهائي يقام في 14 يناير 2026. مباراة المركز الثالث يوم 17 يناير 2026 والنهائي بيكون يوم 18 يناير 2026. ويا رب يكون النهائي عربي خالص وتكون البطولة عربية ونفرح لأي منتخب عربي. اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس ليوصلك كل جديد، وابعت لنا في الكومنتات توقعاتك لنتائج منتخباتنا العربية ومين اللي بيكمل ومين بيكون نجم البطولة. ويا رب الفوز لمنتخباتنا العربية. كان معاكم إبراهيم البحيري ودي قناة ريمونتادا النمر. سلام لأبطالنا العرب